منتخب المغرب حتى هو بالفريق التاني اسمه خلاص بقى تريد مارك للبطل. تعال بقى شوف معايا بأدلة على ارض الواقع ازاي المدربين الوطنيين لما ياخدوا شهادات ابرزها طبعا اليويفا برو ما بتبقاش اونطه على الفاضي. طارق سكتيوي المدرب الوطني للمنتخب المغربي التاني عمل تريكات في ماتش جزر القمر تجبرني وتجبرك نتكلم عنها. هبدأ لك الاول بالهجمه اللي ما جاتش جول. مبدئيا كده ده الرسم الفني للمنتخب المغربي في عمليه البناء 3-2-2-3. محمد ربيع هو اللي بيقوم بعمليه البناء في وسط قلوب الدفاع. شوف بقى اللي حصل، منتخب جزر القمر بيدافع بخمس مدافعين، يعني المنطق انا كمدرب موقفكم صح، افضلوا استحوذوا وباصات كتير عشان تعمل خلل في منظومه الخصم فتعمل ثغره فتجيب جول. بس انا يا باشا طارق سكتيوي يعني بحركه بسيطه خالص اتعملت 1000 مره من بعد هيدوكيتي بتاع النمسا، بس ده كان مهاجم وهمي. ايه المشكله؟ هخلق تريكه تانيه وابقوا انتوا سموها براحتكم، جناح وهمي بقى او ظهير وهمي، اي حاجه، المهم اوصل اللي انا عايزه باقل عدد لمسات. كريم البركاوي الجناح اليمين يسحب مع المدافع الرابع عشان يخلق ثغره في ظهر المدافع الرابع، يستغلها الباك اليمين محمد بلاسكوت وتتلعب على طول من محمد ربيع في المساحه. سرعه اداء اللعبه وسلاستها تاكد لي انها شغل مدرب. تعال بقى للضربات الركنيه اللي هي من شغل المدرب طبعا. الكره الاولى خصم بيلاعبني بمزيج من دفاع المنطقه والرجل لرجل، هسحب اللعيبه اللي مهمتها الدفاع رجل لرجل لمنطقه ال 18 واخلق ثغره ما بين منطقه ال 18 ودفاع المنطقه اللي بيبقوا غالبا في 6 ياردة. مدافع جاي بوضع الحركه بسرعه وطويل القامه يبقى الموضوع منهي. سفيان بوتيفيني اللي في التشكيله المثاليه للجوله الاولى يسجل الهدف الاول. طب الخصم هيحفظ التريكه دي يا عم طارق؟ يبقوا تعالى بقى للتريكه الثانيه، ضربه ركنيه برده من المنفذ الاول تانيين، وبص معايا بقى على المساحه اللي مفضله لعيبه المغرب بانهم ساحبين معاهم مدافعين جزر القمر، وبص على سفيان بوتيفيني وتسودالي وتحرك تسودالي وقت التنفيذ ووقوف بوتيفيني في سكه الاثنين مدافعين، المدافع اللي معاه من الاول والمدافع اللي كان مع تسودالي، وعلى طول الجون الثاني. النقط كلها تفهمك ازاي مدربين المغرب في حته ثانيه. الشوط الثاني للامانه كان كله الجزر القمر اللي خلاص بدا يلعب بدفاع متقدم وضغط عالي، وكان ممكن يسجل بدل الجول 2 و3. الجول اللي جابوه تدرس لعمليه الاندرلاب 3 قصاد 3 وتتلعب ورا الباك الشمال ومن الزحمه تبقى جول. الماتش الثاني من الجوله الاولى في المجموعه الثانيه كانت ما بين مدرستين من العيار الثقيل من حيث المدربين، سواء كان هيرفي رينار مدرب السعوديه او كيروش مدرب عمان. لكن الفروقات الفنيه طبعا ما بين لعيبه السعوديه ولاعيبه عمان بتقلل خيارات اللعب بالنسبه لمدرب زي كيروش. ففي النهايه المباراه كانت لصالح هيرفي رينار، ومهارات الفرديه اللي عنده سلام الدوسري وناصر الدوسري ومحمد كانو اللعيبه اللي خدت خبرات بصوره كبيره جدا من الجوده اللي موجوده في دوري روشن السعودي حاليا. مجموعه من وجهه نظري محسومه للسعوديه والمغرب، والماتش اللي ما بين السعوديه والمغرب هو اللي هيحسم المركز الاول والثاني. هسيبك بقى لشويه ارقام للاعيبه او لاحصائيات في العموم في المجموعه دي من الجوله الاولى.